النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة كان يمشي فوجد امرأة مقتولة صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر هذا وغضب عليه الصلاة والسلام وأمر ألا نقتل امرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر الجيوش لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا عابدا، لا تقتلوا طفلا، لا تحرقوا شجرا. وصية محمد عليه الصلاة والسلام تجد فيه الرأفة عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن إبراهيم ابنه بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لهذا تجد المسلم في قلبه الرحمة مهما كان قاسيا، وتجد في قلبه الرأفة مهما كان قاسيا، فالله عز وجل جبل النفوس على أن تتراحم، وجبل النفوس على أن في قلبها الرأفة ينبض بها. لهذا تجد حتى القاسي حتى الشديد تجد فيه رأفة. أذكرك بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه دخل على بيت أخته وضرب زوج أخته وضرب أخته رضي الله تعالى عنه، فقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أسلم واغتسل. آية هزت القلب وخرجت من قلبه الرحمة والرأفة على أخته، ثم بكى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى اسمعني، أبو جهل لما سمع بإسلام عمر ماذا قال أبو جهل؟ قال: والله لو قيل لنا أن حمار عمر أسلم لصدقنا، أما عمر فلا. انظر لماذا، من شدة عمر. لكن الآن عمر رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه، بعدما أسلمت عنده جارية، كان قبل إسلامه أسلمت عنده جارية فكان يضربها رضي الله تعالى عنه حتى يتعب. تصور عمر يضرب فتاة حتى يتعب. فلما أسلم أصبحت الآية تبكيه، أصبح عمر رضي الله تعالى عنه على وجهه خطان أسودان من أثر البكاء. تغير. الإسلام أخرج ما في قلبه من رحمة ورأفة. هذا هو إسلامنا. لهذا كما أسلفنا عمر رضي الله تعالى عنه كيف كان ثم كيف أصبح. كان يخرج ما في قلبه القسوة على الناس، ثم الإسلام جعله يخرج ما في قلبه الرحمة على الناس. هذا عظيم الإسلام. لهذا من أسماء الله الحسنى الرؤوف. ما معنى الرؤوف؟ هل تأملت بما معنى الرؤوف؟ الله عز وجل شأنه وصف نبيه قال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصف من رب العباد أنه رؤوف رحيم. إذن ما معنى الرؤوف؟ الرؤوف أصلها من الرأفة، والرأفة هي نهاية ومنتهى الرحمة، نهاية ومنتهى الرحمة الرأفة. فلما نقول رؤوف أي بلغ في رحمته منتهاها ولا يستطيع أحد أن يتعداها. هذا معنى الرؤوف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، أسألك بالله فكيف لو أطلق هذا الاسم على رب العباد الذي خلق قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ محمد عليه الصلاة والسلام كان يرحم الصبيان، يقف يسلم على الصبيان، كان يرحم النساء. امرأة مريضة توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله إني أسرع فادع لي. تصور قلب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذه الرأفة وتخرج هذه الرأفة ويعامل الناس بهذه الرأفة. لهذا رب العباد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسألك بالله كيف هذا الاسم إذا كان في حق الله، وقلنا أن الله هو الرؤوف، رغم أن الله هو الذي خلق قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وخرجت منه هذه الرحمة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ لهذا رب العباد جعل بيننا جزء من أصل 100 جزء الرحمة نتراحم بها. أنت ترحم ابنك بهذا الجزء، ترحم جارك بهذا الجزء، ترحم عمك وخالتك وعمتك بهذا الجزء. والله عز وجل شأنه في يوم القيامة سبحانه 100 جزء وينزع هذا الجزء من الناس. لهذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نصبح في يوم القيامة لا رحمة، تنزع الرحمة من فيما في قلوبنا. لهذا كل إنسان يومئذ ينشغل بنفسه وبأعماله وبذاته، والله عز وجل شانه رؤوف. لهذا أنا كمسلم لما أعلم أن اسم الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف، ما الذي يترتب عليه؟
الله بلغ في الرأفة إلى منتهاها، يترتب علي أني مهما وقعت في الذنب أو عصيت فإن الله سيرحم حالي وسيرأف بحالي. السؤال: هل تعلم كم بينك وبين العرش، كم بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ أن تضع هذه الجبهة على الأرض وتقول: يا رب ارأف بحالي وارحم حالي. لهذا الرؤوف يفتح لنا أبواب الرحمة والتوبة، ونقول: اللهم تب علينا وارأف بحالنا.